الناس في هذه الدنيا درجات قسم الله عز وجل لهم الأرزاق. منهم من ينصب في يومه وليلته ولا يحصل إلا على درهم أو درهمين، ومنهم من يكون على فراشه وتأتيه الملايين. إنها أرزاق الله جل وعلا، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لكن المشكلة في فهم الناس من هو الغني. فهل الغني الذي يملك 1000 و2000 والمليون والمليونين، أم الغني في الشرع شيء آخر؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى أن يملك الإنسان شياها وإبلا وذهبا وفضة وأرصدة وعمارات وأموال، ليس هذا هو الغنى. إذن من الغني؟ قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. هل نفسك غنية؟ فأنت غني. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. من رضي بالخبزة واللقمة واللقمتين صار غنيا، ومن نظر إلى من هو فوقه، إلى سيارات الناس وفلل الناس وأرصدتهم، صار فقيرا وعاش فقيرا ومات فقيرا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغنى الناس، ويبيت أحيانا طاويا جائعا، ما شبع في يوم واحد في حياته مرتين. يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته نار ولا يطبخ طعام، ومع هذا هو أغنى الناس. ووجدك عائلا فأغنى. فأي غنى هذا؟ إنه غنى النفس.